عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أدلى المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط السيد مسعد بولس بتصريح إعلامي يحمل دلالات ورسائل قوية عاد من خلالها ضبط عقارب الساعة على توقيت الواقع الدبلوماسي الأمريكي الحقيقي، بعيدا عن الأوهام المعروضة في سوق التضليل. كلمات مسعد بولس لم تكن عابرة ولا بريئة، ولم تكن أيضا قابلة للجر أو التحوير. الرجل تحدث بوعي كامل بأن هناك من يعيش على الصيد في المياه العكرة، وبأن هناك من يحترف تحميل المسؤولين الأمريكيين ما لم يقولوا، خصوصا في لحظة إقليمية دقيقة لا تحتمل الخطأ ولا التسويق للوهم. بولس اختار كلماته بعناية الجراح لا بخفة المروجين. قال السلام، قال الاستقرار، قال الانشغالات الأمنية والإقليمية، قال الساحل، ولم يقل الصحراء الغربية. لم يذكرها لا تصريحا ولا تلميحا ولا حتى بين السطور. وهذا الصمت في قاموس الدبلوماسية أبلغ من 1000 تصريح. من يبحث عن ذكر الصحراء الغربية في كلام بولس لن يجده، لأن الولايات المتحدة ببساطة لا تنظر إلى المنطقة بعين الملف الواحد، ولا تدار سياستها الخارجية بمنطق نزاع مجتزأ ينفخ فيه إعلاميا. واشنطن ترى شمال إفريقيا وشرق الأوسط كتلة واحدة، أمنها مترابط واستقرارها لا يختزل في نزاع واحد مهما حاول البعض تضخيمه. محاولات الإعلام المخزني تقديم زيارة بولس للجزائر كأنه إعلان حرب دبلوماسية لصالح المغرب ليست فقط كذبا، بل استخفافا بعقول الناس. الحديث عن ضغط أمريكي أو تدخل بالقوة أو فرض حل جاهز هو هراء سياسي لا مكان له في منطق العلاقات الدولية ولا في حسابات القوى العظمى. والذهاب في ممر التضليل إلى حد تقديم الولايات المتحدة في ثوب دولة وظيفية في خدمة مصالح مغرب مجهري الحجم والقوة هو الجنون الإعلامي بعينه. الولايات المتحدة لم تكن يوما طرفا في نزاع الصحراء الغربية، ولن تكون. النزاع في الصحراء الغربية واضح في القانون الدولي، مصنف كقضية تصفية استعمار بين طرفين لا ثالث لهما. كل ما عدا ذلك دعاية رخيصة هدفها جر واشنطن إلى موقع لم تطلبه ولم تتبناه. صحيح أن واشنطن دعمت مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهذا ليس سرا. حاولت فرضه ولكنها فشلت. حاولت تمريره داخل مجلس الأمن، ولكنها اصطدمت بالواقع الدولي. القرار النهائي خرج بعد تعديل المقترح الأمريكي بالكامل، وأسقط فكرة الحل المفروض، وأعاد تثبيت المسار الأممي كما هو. منذ ذلك الحين ما تقوم به الولايات المتحدة هو محاولة تهيئة المناخ الدبلوماسي لتطبيق القرار، لا فرض مخرجاته ولا العمل لصالح طرف ضد آخر. ما يهمها ليس من ينتصر سياسيا، بل كيف لا تنفجر المنطقة. واشنطن لا تتحرك بالعاطفة ولا بالوفاء، تتحرك بالمصلحة. مصلحة أمنية، مصلحة تقوية، مصلحة استراتيجية. وكل من يظن أن ملف الصحراء الغربية يتقدم على هذه المصالح يعيش خارج الزمن. الولايات المتحدة لا ترى في المغرب ورقة استراتيجية حاسمة، فهو بلد بإمكانات طاقوية ضعيفة، وأزمة مديونية خانقة، وهشاشة اجتماعية تتعمق، ودبلوماسية تحولت إلى طلب الدعم والتسول بدل فرض الحضور.
لا شيء في هذا المشهد يغري قوة عظمى بالمغامرة صراحة. في المقابل، الجزائر تمثل بالنسبة للدولة الأمريكية العميقة شريكا لا يمكن القفز عليه. قدرات تقوية حقيقية، موقع جغرافي محوري، ثقل أمني إقليمي، ودور أساسي في معادلة استقرار الساحل. الجزائر عنصر توازن لا عبء، وشريك يحسب له الحساب. الولايات المتحدة لن تدخل في صدام مع الجزائر، ولن تضحي بالتنسيق الأمني ولا بالتعاون الطاقوي ولا باستقرار المنطقة فقط لإرضاء قصر في الرباط. هذا منطق لا يستقيم إلا في نشرات الدعاية. نعم، واشنطن تبقي علاقات جيدة مع المغرب، وهذا طبيعي، لكنها علاقات محدودة السقف، محكومة بالوظيفة لا بالشراكة الندية. أما تقديمها كطرف يقاتل بالنيابة عن المغرب فهو تضخيم مرضي لا يصمد أمام الواقع. تصريح مسعد بولس كان واضحا لمن يريد أن يفهم. الرسالة بسيطة: الاستقرار أولا، المنطقة ككل، الجزائر فاعل أساسي، والطاقة والأمن على رأس الأولويات. أما الصحراء الغربية فهي ملف أممي يسير في مساره، ولن يختطف لا بالدعاية ولا بالضجيج. في النهاية نقول أن الحقيقة عنيدة، والواقع أقوى من الشعارات. ومن يراهن على تحويل الولايات المتحدة إلى طرف في نزاع جانبي يخسر الوقت ويكشف إفلاسه السياسي. إلى اللقاء.